الحقيقة ظهرت للأسف، ومصر هي المقصودة. خطة لاستهداف سيناء، ورئيس السيسي بيهدد بالحرب رسميا، ويصدر بيان عنوانه سيناء خط أحمر. وقرار خطير جدا من الحكومة المصرية بيصدر لأول مرة. عشان تعرف كل الحكاية تابع للنهاية وركز في كل كلمة بتسمعها، لأن اللعبة طلعت كبيرة قوي. خرج المتحدث العسكري الصهيوني ونصح الفلسطينيين الهاربين من غزة إنهم يروحوا على مصر، وهنا تخيير واضح بين نهايتهم أو دخولهم لمصر بره أراضيهم. وده كلام خطير جدا، لأنهم هنا بيحاولوا يرجعوا مخطط تقسيم سيناء ل3 دول من تاني: دولة لداعش، دولة لفلسطين، وبينهم دولة صهيونية، لأن مصر طبعا مش هتقدر تسيطر على الأوضاع بين الدولتين التانيين. مش كده وبس، ده المخطط ده بيبين إن مصر كمان مش قادرة تحمي قناة السويس، ولازم لها إشراف دولي، ومن هنا نبقى وفرنا عليهم الطرق اللي بيعملوها لضرب اقتصاد القناة. وهو ده اللي هدد بيه بايدن مصر سنة 2021 بعد ما تولى الحكم بفترة بسيطة، وده اللي بيسعى له. وشايف إن إزاي مصر تبقى بتتحكم في قناة السويس؟ ما هي الكحكة في إيد اليتيم عجبة. فدي حاجة كتيرة قوي على مصر، إنما هو أولى بيها ويستحقها بجدارة. بس لعبة استخدام أهالي غزة لاقتحام سيناء عن طريقهم بقت لعبة مكشوفة قوي، ومصر وجهت رسالة قوية جدا وطلبت اللي ما يتسموش إنهم يفتحوا ممرات إنسانية آمنة لسكان غزة، لأن ده واجب مصر. بس في نفس الوقت حذرت من دفعهم ناحية الحدود المصرية. يعني مصر بتقول لهم خطتكم مكشوفة، وأي محاولة إنكم تدخلوهم سيناء بدل ما تسيبوهم في أراضيهم يبقى أنتوا كده فتحتوا أبواب جهنم. هتقولي ليه بقى؟ هقولك إن ده خطير جدا، مش من ناحية تقسيم سيناء ل3 دول بس، لأ، الموضوع أكبر من كده بكتير. ده كده أنت بتتنازل عن سيناء بإيدك، لأن وقتها هيدخلوا ويخرجوا ويخربوا ويعملوا اللي يعملوه ويقولوا بنصفي حساباتنا، وتلاكيكهم بقى مفيش أكتر منها. طب ولو خدوا سيناء إيه اللي هيحصل؟ طبعا مش هيستكفوا بسيناء بس، ده غير إن عن طريق سيناء يقدروا ينهوا على الدولة كلها، ومش هتعرف يبقى فيه أمن وأمان. ولو رجعت بالزمن لورا هتلاقي إن الأراضي اللي هم عليها ما خدوهاش برضو مرة واحدة، لأ، دي كانت جزء جزء، وكله بالتلاكيك والصهيانة، ولحد النهاردة رافضين يطلعوا منها. لأ، وكمان عاوزين يودوا أهلها الأصليين لسيناء، وتبقى مصر بقت جاهزة ليهم على طبق من ذهب. بس على مين؟ ده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال سيناء خط أحمر، وأصدر بيانات مهمة جدا، وأكتر من 10 رؤساء وملوك دول تواصلوا معاه وبيكلموه يوميا، من ضمنهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمستشار الألماني، والرئيس الفرنسي، ومحمد بن سلمان، والرئيس الفلسطيني، وغيرهم. وده كله بيطلب وساطة مصر لإنهاء الأزمة والتدخل للسيطرة على الأوضاع، لأن مفيش دولة تقدر تعمل اللي مصر هتعمله. بس السيسي في عز ما بيحاول يتواصل عشان ينهي الأزمة بسلام ومن غير أي أضرار، عينيه وعين الجيش مفتحة، لأن اللي بيحصل دلوقتي ده بيضرب سيناء والمشاريع اللي بتتعمل فيها. ده غير إن هيكون معناه إن مفيش أمان في الدولة كلها، لأن الأمان مرجعش إلا بعد ما سيناء اتطهرت. فدلوقتي هتبقى مفتوحة لكل من هب ودب، وممكن تلاقي أي شخص من أي جنسية أو من اللي ما يتسموش ممكن تلاقيه جوه بلدك بيعمل اللي يعمله، ولما تتكلم يقولك إنه داخل عشان مشكلة مع حد من غزة. وهنا أنت كمان بقى بقيت طرف في الفوضى دي، فالفوضى دي مستحيل تحصل في دولة زي مصر. ده الحكومة المصرية ما اكتفتش بكده، دي أصدرت مصادر أمنية مصرية بيان بعنوان مصر ستتصدى لمساعي اللي ما يتسموش لتوطين أهالي غزة في سيناء. وده كلام خطير جدا، وفي تهديد صريح من مصر، لأن المحاولة اللي بتحصل حاليا دي بتهدد اتفاقية السلام اللي تمت بين الطرفين بعد حرب أكتوبر. ومصر قدمت حلول كتير ومساعدات عن طريق المساعدات الإنسانية والطبية اللي بتتم عن طريق الممرات اللي على الحدود. بس اللي ما يتسموش مش عاوزين كده، عاوزين أهل غزة ياخدوا سيناء، وزي ما قلنا هم بعد كده بصهيانتهم وخططهم الرخيصة يتدخلوا بأي مشكلة كأنها بينهم وبين أهل غزة، ومن هنا يحطوا إيدهم على سيناء، وبعدها باقي مصر. ما دي عقيدتهم إن كل الأراضي دي تبعهم، وإن إحنا ضيوف تقال. بس مصر دلوقتي غير أي عصر فات، وده لأن الرئيس السيسي بدون مبالغة أول رئيس مصري يدي الجيش بلده قيمته من أسلحة ومعدات وكل اللي يحتاجه وأكتر، وكمان جاب طيارات لأول مرة تدخل مصر. وكانوا اللي ما يتسموش عاملين مشكلة معاه لما لقطتها أقمارهم الصناعية من الحدود، ومع ذلك ما تهزش وطلع قالها قدام كل العالم إن اللي حصل ممكن يتكرر تاني. وهنا كان يقصد حرب أكتوبر، ومن بعدها سكتوا عن موضوع الطيارات
وتري كل ده بيبصوا لقدام لأنهم ناويين ياخدوا مصر في الرجلين عن طريق دفع أهالي غزة لسيناء. بس على مين؟ إذا كان أهالي غزة نفسهم بيدفعوا حياتهم هم وولادهم عشان أراضيهم مش عشان أراضي تانية. المرة دي أول مرة مصر تتكلم فيها قبل ما يبدأوا المحاولة، عشان توفر عليهم ألعابهم اللي بيجهزوا لها دلوقتي وخططهم المكشوفة الرخيصة دي. ومصر أكبر من أي مخططات ومحفوظة بحفظ الله ومذكورة في كتابه.